مشكلة تحقيق الأرباح على اليوتيوب من المنصات اللي هي معتمدة على إن أنت تدخل منها فلوس. الناس فاكرة إن اللي عنده قناة على اليوتيوب ده خلاص هو كده عدى وحياته اتظبطت والدنيا بقت تمام. بس بالعكس، يعني أنا بنشر شورتس اللي هي الفيديوهات القصيرة اللي أقل من دقيقة بقالي فترة كبيرة، بقالي أكتر من سنة. وفي نفس الوقت الأرباح بتاعت اليوتيوب ما اتفتحتليش، ودي حاجة مخلياني مستغرب لحد الآن، وصحابي كلهم نفس الفكرة برضو مستغربين إن أنا بقالي فترة وفي نفس الوقت ارباح اليوتيوب ما اتفتحتليش. بس ارباح الفيسبوك اتفتحت لي. ارباح اليوتيوب مشكلتها في حاجه، يعني بصوا يا جماعه، ده الانسايتس بتاعتي اخر 30 يوم او 90 يوم. بصوا جايب قد ايه فيوز، بتاع 27 مليون تقريبا او معديهم كمان. وفي نفس الوقت لسه برضو ما اتفتحليش الربح. ليه بقى؟ لما قعدت ابحث واشوف كده وادور، انا بحب الريلز جدا، بحب الفيديوهات القصيره، ما بحبش اللونج فيديو. اكتشفت ان اليوتيوب محتاج حد يكون اصلا بيفتح يتكلم كده زي ما احنا بنتكلم على طبيعته من غير سكريبت. لو الفيديو فيه دوشة فده عادي، عشان انا لسه المايك بتاعي ما غيرتوش، يعني غيرت الموبايل بس ما غيرتش المايك. المايك بتاعي كان الاول بتاع الايفون اللي هو اللايتنينج مايك، ودلوقتي انا غيرت الموبايل فالمايك بقى تايب سي، فمش قادر ان انا اوصله. يعني حتى جبت له اللي هي الكونفرتر برضو ما اشتغلتش اهو. فلو انت بقى واحد ما بتحبش الازعاج ممكن تسيب الفيديو ده وتطلع. فاكتشفت بقى ان اليوتيوب من البلاتفورمز او المنصات اللي هي بتحب الفيديو يكون طويل، يكون وقته طويل. يعني مثلا اقعد مثلا نص ساعة مثلا في فيديو بشرح لك حاجات وانت مستمتع وقاعد تكمل وكده. ده اللي انا اكتشفته. مش عايزين اديتنج جامد، مش عايزين بوب ابس كتير، مش عايزين اوفرلايز كتير. يعني عايزين الكونتنت يكون سامبل كونتنت خالص، يكون فيديو واحد فتح اتكلم زي ما انا بتكلم كده. المهم ان انا اكتشفته بقى ان انت لو في اليوتيوب مثلا هتعمل فيديوهات لونج، اللي هي اللونج فيديوز، الفيديوهات الطويله، فالعب على حته ان انت مثلا تجيب مشكله عند حد وتبدا بيها في الفيديو بتاعك وتكمل بيها زي ما انا بعمل دلوقتي. هو دوت اللي يخلي الناس تفضل مستمره معاك بتشوف الفيديو بتاعك. فالمشكله بتاعت الارباح ديت نرجع لها تاني. ان انا بقالي فتره بنشر شورتس بس، لونج ما مش بنشر كتير، فجبت فيوز كتير بس انا لحد الان ما حققتش الشروط. طب الشروط ايه هي؟ الشروط تقريبا ان انا في اخر 90 يوم اكون جبت 10 مليون فيو او 4000 ساعه. فال 4000 ساعه دول سهل ان انت تجيبهم. 4000 ساعه بيتحسبوا، ما بيتحسبوش اللي هو ان مثلا واحد فيديو نص ساعه فواحد دخل شاف النص ساعه فدخل يشوف النص ساعه، لا مش كده. بتتحسب على عدد الناس. يعني مثلا لو الفيديو جاب 100000، الناس وصلت لقد ايه في الفيديو؟ هل نص الفيديو؟ هل كملوا لاخر الفيديو؟ ولا هم طلعوا من اول 10 دقايق؟ فلو 10 دقايق يبقى 10 دقايق، يبقى انت كده اتحسب لك 10 دقايق من ال 4000 ساعه. 4000 ساعه و1000 مشترك. الفيسبوك بقى عكس كده خالص. الفيسبوك انت مجرد ان انت بدات تنتشر قوي، وقت ما انا كنت بنزل شورتس على الفيسبوك كان الشروط ان انت تجيب 5000 سبسكرايبر، ودي كانت حاجه سهله قوي وانا جبتهم. بعد كده يدخلك في برنامج الربح، هل تتقبل هل تترفض، ده بقى باختيارهم هم، عشان يبداوا ان هم يحطوا اعلانات في الفيديوهات بتاعتك. ما هي البلاتفورم نفسها، اليوتيوب ده ايه هدفه؟ ان هو يخلي اللونج فيديو مثلا اللي هو النص ساعه ده يديله فلوس. ليه يدي الشخص ده فلوس؟ على فكره فلوس تافهه مش فلوس كتير يعني. ليه بيديله اصلا فلوس؟ المحتوى العربي مش بيحقق ارباح جامده زي ما الناس فاكره زي الانجليش يعني. بس ليه بيدي ناس فلوس؟ بيدي ناس فلوس عشان خاطر يحطوا اعلان. يعني يجي في وقت زي مثلا في الحته دي في الفيديو عجبك فيها وانت وصلت لها، يقوم جاي منزل لك فيها اعلان. انت بقى تشوف الاعلان ده اجباري عشان انت عايز توصل لمعلومه تحقيق الارباح. طيب، عشان برضو ننجز الموضوع وتفهم اكتر ازاي اللونج فيديو او الشورت فيديو هينجح، غير الهوك والفيديو والفاليو بتاع الفيديو والكول تو اكشن والكلام ده. طبعا نمط الفيديو نفسه، انت بتتكلم على طبيعتك ولا لا، انت بتعمل اداة عامل ازاي. لو الفيديو طبيعي هينتشر جامد، دي حاجه انا اكتشفتها. لو الفيديو مش طبيعي وتحس ان هو كده مش تمام، مش هينتشر. فانت عشان تلعب على الحته دي هتلعب على افكار الفيديوهات، هتجيب المشاكل وتعمل عليها فيديوهات، هتجيب الحاجات اللي هي اللي الناس كلها بتفكر فيها وتبدا تعمل عليها فيديوهات. وده سهل جدا، وتبدا ان انت تطور الموضوع دوت. وعلى فكره انا عندي برضو كورس بعلم الناس ازاي تصنع كونتنت فيه من الزيرو. انا ما كنتش بعرف اتكلم قدام كاميرا اصلا، وحاليا هو انا بتكلم وفي نفس الوقت معيش مايك ومعايا موبايل يعني، برضو بعمل بيه فيديو من غير كاميرا بروفيشنال، من غير اي حاجه. فدي برضو حاجه مهمه. نيجي نرجع برضو للحته بتاعت الافكار. افكار الفيديوهات دي حاجه مهمه. لو انت عايز تشترك في الكورس، نسيت اقول لك، هتلاقي
هتلاقي في البايو اللي هو صندوق الوصف او الوصف بتاع اليوتيوب نفسه، البروفايل بتاعي هتلاقي فيه رقم، ممكن تبعت لي على الواتساب ابعت لك التفاصيل كلها. الحته بتاعت الافكار، انت هتجيب افكار عامه، حتى لو فيديوهات اتعملت بلغات تانية ممكن ان انت تجيبها وتعملها، ممكن ان انت تجيب افكار لفيديوهات من حاجات تانية، بس انت شايف في طريقه تانية الفيديو ده يتقدم بيها، اعملها انت برضو بنفس الطريقه ديت. حاول تخلي الفيديو فيه ثبات، حاول تخلي الفيديو فيه ثقة، ما تقعدش ترجع تعدل كتير. يعني خلي الفيديو مبسط، ده فيديو 5 دقايق اهو، داخلين في ال5 دقايق، وفي نفس الوقت انت ممكن تكون طلعت منه بمعلومة مفيدة. فركز على الافكار والسكريبتس اكتر، ومتنساش برضو تعمل لي سبسكرايب، لان ممكن ان شاء الله انزل فيديوهات على اليوتيوب بالشكل دوت. فاللي انا اكتشفته في الاخر تحقيق الارباح زي ما انا قلت لكم، ان انت لازم ان انت تبدا ان انت تجيب الافكار الجامده، تعمل فيديوهات كده على طبيعتك، ما تحاولش ان انت تعدل جامد، تخلي الفيديو مبسط سامبل، المعلومه سهله اللي يخش يلاقيها بكل سهوله، يخش يلاقي الافكار اللي هو كان بيدور عليها، الحاجات دي كلها. الاديتنج ده سهل جدا، انا الفيديو ده ممكن انا ما اعملوش اديت اصلا، لان هو 5 دقايق يعني، وانا اتكلمت فيهم كلهم ما وقفتش، وبتكلم من دماغي، اللي هو اسمه نون سكريبت فيديو. نون سكريبتد فيديو يعني فيديو ملوش سكريبت، ملوش نص، ملوش كلام، انا ما كتبتش حاجه قبل ما اخش اقدم لك الفيديو دوت، انا كل الكلام دوت انا بقوله من دماغي. بس حل المشكله ديت ان انا اعمل لونج فيديوز على اليوتيوب، ابدا ان انا اركز على التشالنجز والبروبلمز اللي ممكن يكون ليها حل، ابدا اشوف حاجات اعمل لها ريفيوز زي اليو جي سي والكلام دوت، هو دوت اللي ممكن يعلي الارباح بتاعه اليوتيوب بتاعتي شويه بس، او تتفتح لي اصلا، لان هي لسه ما اتفتحتليش. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مهتم بالكونتنت دوت.